أتعاب المحامي القضية اللي الشعب المصري شاغل باله بيها. هو المحامي بياخد كام؟ وليه؟ والأسئلة الساذجة المنتشرة بقى، هو ليه المحامي ده أخد 10,000 جنيه في القضية ونفس القضية المحامي التاني واخد 100,000 جنيه؟ أيوه، ما هي شغلانة بقى، حرام في حرام. طيب عزيزي المواطن، أنا هكسب فيك ثواب وهريحك وهفهمك إزاي تحسب اتعاب المحامي. بس مش معنى ان انت هتحسبها معايا ان انت هتفرض الاتعاب بتاعتك على اي محامي، لان ببساطه اسهل حاجه المحامي بيقولها: انا مش هتولى القضيه دي طبقا لنص الماده 48 من قانون المحاماه. للمحامي حريه قبول التوكيل من عدم قبوله وفقا لما يملي عليه قناعاته. اقنعني بقى، اقنعني بكل حاجه، مش بالقضيه بس، بكل حاجه حتى بالاتعاب. بمنتهى البساطه مش هقبل القضيه، اجبرني بقى، اقتلني. فطبعا الطريقه دي ما تنفعش مع اي محامي. طيب نخش بقى ازاي تحسب اتعاب القضيه. اولا اهميه القضيه، مع اني ما بعترفش بحاجه اسمها قضيه مهمه وقضيه مش مهمه. انا بالنسبه لي كل القضايا مهمه. المهم ثانيا مجهود المحامي. معظم الناس بتبقى فاكره ان المجهود ده الموكل هو اللي بيقدره. لا، مجهود المحامي المحامي هو اللي بيقدر. ثالثا رسوم ومصاريف القضيه من ورق وتنقلات وسفر واكل وشرب. حضرتك المحامي بينزل من الصبح، من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 12 بالليل. في محاميين بيختفوا بالثلاث اربع ايام في الشغل، انت مش متخيل. رابعا جدول قيد المحامي من جدول عام او ابتدائي او نقض واستئناف، او لو كان حصل على الماجستير او دبلومه في القانون، او مثلا قاضي سابق او وكيل نيابه سابق او ضابط شرطه سابق. دي حاجات عزيزي المواطن تمنع منع بات من ان يكون هناك اتعاب ثابته للقضيه. مستحيل يا فندم كل محامي عنده معلومات مميزه عن المحامي التاني وفقا لدرجه قيده او مؤهلاته العلميه او خبراته اللي حصل عليها في العمل القضائي او الشرطي. طيب فرسالتي لكل المحاميين اللي في سني او اصغر مني، انا راجل دلوقتي كهل عنده 31 سنه، ما علينا، انت راجل درست قانون ودي مش اول الرحله. حضرتك اتعابك انت اللي بتقولها ومحدش بيفرضها عليك. يا دام انت بتمتلك المعلومه ومن حقك تزود مؤهلاتك العلميه اثناء تدرجك في النقابه من دبلومه او ماجستير او دكتوراه، عشان تزود كمان الاتعاب اللي انت بتحددها لنفسك. مش تبقى حاصل على الماجستير ومضيع من حياتك سنين في دبلومات عشان تمسك قضيه بخمسه او ب10. ده المفروض حضرتك كدكتور او حاصل على الماجستير او درجه قيدك استئناف، انت حضرتك معاليك دلوقتي قانوني اسمك مستشار. يا دام تم قيدك استئناف، المفروض اقل قضيه تمسكها في المكتب بتاع معاليك بال50,000